ابو عوض سم. سم الله عدوك. نبي من الغزل اللي عليها الحلاوه عليه. الله يطول عمرك. هذه غزليه يعني لو وزع الشباب في لا ما بس يقدروا انه هات ما عندك. يا قلبي اللي عذبوك المزاين عود علي لا تنشب الناس بالناس حلوين يا مسكين يبغون حلوين وسرحك يا مشيب الدقن والراس نظرت من شانك وصدوا مقفين من رحمتك زود على الهم هجاس يا قلب خلى الورد بين البساتين يجذب عيون الناس ويشبه الماس لا هضن الهجوس واكتب دواوين الفايدة حبر كتف قرطاس يا حظ من يربح بسوق المزاين يحصل على النخبة ويحصل على الكاس وسلامتك. صح حسان. نرجع لابو محمد. ابو محمد في الاونه الاخيره خاصه السنه هذه اشوف ظهورك كنه زاد في القنوات الفضائيه، ما ادري ايش سبب ذلك ولا والله يا طول عمره من كثر الدعوات اللي تجيني، يعني مثل ما قلت فعلا السنه هذه يمكن احرقت عمري بالظهور وهو مو بودي، لكن من كثر الدعوات اللي تجيني عند مطالب شرواكم هذا هي السبب الرئيسي في انتشاره في الجامعه. طيب سالفه الفيصليه. الفيصليه قصتها قصه، هذه الربع تراها خيال ما هي بحقيقه. يعني هي حضرنا كان عندي أمسية في الرياض قبل فترة، وكانت قصيدة الغزل قريب، تعرف الأونة الأخيرة يبغى الغزل الشباب وكذا. أكيد. فجلست مع نفسي شوي وسويت لي أبيات، أقول ليتني ما جيت سوق الفيصلية ما دخلتها يا بعيدين الهقاوي، قصدي اسوق القدم وقت العشية ضايق صدري ولا أدري ويش ناوي، ودق قلبي قلت يا ويش القضية يمكن إذا شيء لجروحي مداوي، شفت لي غلو خدودها نرجسية عين ما تشبه سوى الحرة النداوي، قلت ويش الحل يا ويش السوية لازم نناجيه وتبينا الخوابي، رحت يمه ثم سلمت بخفية خفت يسمعني عدونا الهواوي، المطابع الهيئة الأمر بالمعروف عدوية الهواوي، رحت يمه ثم سلمت بخفية خفت يسمعني عدوينا الهواوي، قلت أنا قلبي مع سيل الجودية ارحميني لا تزودينا البلاوي، قالت لهجتك هذه بدوية مستوانا غير ما عندك تساوي، ويش جابك عندنا وسط علي هبدويا ضاري بشرب القهاوي، قالت لهجتك هذه بدوية مستوانا غير ما عندك تساوي، ويش جابك عندنا وسط علي هبدويا ضاري بشرب القهاوي، احمد الله يا حياتي ما علي صايب ان الهرج ولا الغير غاوي، قبل اشوفك كانت عزومي قويه، ويوم شفت اسبطل بالرب السوامي قالت اسمع لا توهق يا لذيه كيف تصني وانا بنت الغناوي، فلتي دورين والخدام 100 والشبح موجوده والسايق سحاوي، قلت انا شيخنا قلت انا فلتي دورين والخدام 100 والشبح موجود والسايق سحاوي، قلت انا شيخنا وانا راعي الحميه لابتي شجعاني في يوم العزاوي، لازم نصدق مع كل البريه الرصيد 2000 والموتر عراوي، قلت انا شيخ وانا راعي الحميه لابتي شجعان في يوم العزاوي، لازم نصدق مع كل البريه الرصيد 2000 والموتر عراوي، قالت ارحل انت لا تضغط علي لا تعز وراحه ايام العزاوي، ودي اسالك انت كم عندك مطيه هبدويا جاينا بالسوق راوي، قلت انا راعي الفعوله الاوليه تشهد الامجاد يوم الذيب عاوي، قال احسب النس بنت شيخنا يا حضريه فوق ذا يا بنته وين الملاوي، يضحكت قالت ترى حالي هديه والجنوبي مستوى هو الحساوي، ابشر بخوه خوينا مع خويه اخذ رقمي واشتري الشيء الغلاوي، سلامتك. صح حسان. صحة تبدا.
صح لسانك يا ابو هاني. صح بدنك الله يطول عمرك. نرجع لابو محمد الشاعر التركي شاعر المحاورة. يقول يا هيه يا مغفل وصحصح يا مجنون، الناس ما هي لعبة في يدينك، نوفي مع أهل الطين ما دام يوفون، ولا انت جعل الله نفسك يعينك، شيخ تهندام ومعك نص مليون ومركز ومنصب وما حد انتوي عينك، لكن توحل كلمتي واخذ مضمون، قدم يمينك قبل نقصر يمينك، قال الله تملى ربوعك وش تكون، ربعك تراهم في الزمن ساعدينك، لو نذكر الماضي ترى الكايد يهون، احذر حذاري قبل نفسك تهينك. الله أكبر. تركي الزهيري قال والناس يوحون أهل المصالح نجدها مشترينك، لكن صدمة وقتنا وش يسوون بعد المصالح يا ولد بايعينك، والخوة اللي ما لها أساس وركون عز الله ناظر بينه وبينك. سلامة صح لسانك ابو محمد. ابو حاتم سم الله عدوك، يبي نسألك عن رايك في مبارك بن هادي. والله بالنسبة لأبو محمد شهادتي به مجروح، كونها ابن عم ورفيق، وأبو هادي يجملنا في مواقف كثيرة، وشاعر استفدنا من الكثير الصراحة، ويستاهل لقب شاعر تثليث. ومحمد ما يحتاج غني عن المدح، يستاهل لا هم طعم.